يا جماعة نحن الرسالة دي عليكم الله. أي زول شاف الفيديو ده عليك الله، بعيد عن أي شيء، بس الحي داير منك واحدة تعمل له إعادة نشر وعمل له مشاركة، بس داير منك حاجة واحدة عمل له مشاركة. يا جماعة أقسم بالله العظيم نحن كسودانيين بنحلم بأنه منتخبنا الوطني ده يكون من المنتخبات العريقة في أفريقيا، والله العظيم جد. يعني انت بتقول الكلام ده تستهتروا وتيجي تشجعوا، وبعد ده الحي اللي بتغيظ انكم والله العظيم الليله المنتخب ده لو باكر لاعب في التصفيات حقت افريقيا او لاعب في اي تصفيات كلكم حتيجي تشجعوا المنتخب السوداني، وانا عارفكم حتيجي تشجعوا المنتخب السوداني. السودان عمل، السودان سوى، وفلان كعب والحارس كعب والنص كعب، وده من المفروض يلعب وده من المفروض، كلكم كده تبقوا محللين كلكم. اي واحد سوداني عنده علاقه بالرياضه حيبقى محلل بعدين في مباراه منتخب السودان. واسمعوا كلامي ده واتذكر الفيديو ده واتذكر كلامي ده، انت حتبقى محلل لانه سجاياك تصفيات افريقيا 2027. الكلام ده شهر 9 حتبدا التصفيات. السودان يمكن يلعب مع السنغال او يلعب مع زامبيا او يلعب مع المهم التصفيات حتبدا. يا جماعه والله العظيم نحن دايرين نطالب الاتحاد السوداني لكره القدم، ونطالب وزارة الشباب والرياضة، وبنطالب أي شخص رياضي سوداني يعني عنده دم حار إنه كلكم تقيفوا مع المنتخب الوطني. والمنتخب الوطني ده لازم تشكل له لعيبة، مش لعيبة الهلال والمريخ اللي لسه حاليا ديل ما جايبين أي نتائج. دايرين لعيبة كبار. أي شخص عنده لاعب في أي مدينة في السودان المفروض يرفعوا ترين ويشوف اللاعب ده مؤهل إنه يلعب في منتخب السودان. في لعيبة في السودان ده أقسم بالله العظيم في الغرة وفي المحافظات الصغيرة في الأحياء الصغيرة عندهم علاقة بالكورة أكثر من الناس اللاعبين في الهلال والمريخ، لكن المشكلة ما في إعلام بيوصله. أنت في حيك أنا متأكد في لاعب كورة يعني دفاع ممتاز، وعندك حيك أنت بتلقى هجوم ممتاز، وبتلقى واحد في المدينة في الاستاد بتاع المدينة في السودان في عطبرة في شندي في الدامر في تلقى واحد لاعب يعني مؤهل إنه يلعب في منتخب السودان، يكون أحسن من اللاعبين اللي حاليا بيلعبوا في منتخب السودان دي الشتر اللي بيقدموا في أسوأ مباريات لمنتخب السودان. عشان كده السودان ده يعني المفروض الترندات الجاية تشتغل كاللعيبة، يعني الترند بدل ترفعوا ليه الجونات وترفعوا الحاجات المايعها وتعيدوا في كشف يا حماد وكرعين الحريم، يا أخي عليكم الله ارفعوا فيديوهات للعيبة الكورة المتواجدة في أحياكم، مش اللاعب أي لاعب كورة. في لاعب دائما بيكون نجم بارز في الحلة بتقولوا فلان ده لعاب، يعني ما في شخص يقدر ينافسه. يا أخي ارفعوا وصوروا وارفعوا وعملوا صفحة، عملوا صفحة أو ارفعوا